فيديو النهارده عبارة عن تحدي من النار. التحدي عبارة عن أطول نفس تحت الماء، فائز له جائزة والخسران له عقاب. فكروا مين فينا هيكسب في التحدي بتاع النهارده ومين فينا هيتعاقب عقاب من النار. عشان تعرفوا اللي حصل في الفيديو اتفرجوا عليه للآخر. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنبدا في التحدي الجامد في الفيديو بتاع النهارده، هو تحدي اطول نفس تحت الميه ديت يا جماعه. المفروض ان احنا هنحط دماغتنا دلوقتي في الميه ديت اللي زي ما انتم شايفينها، وهنشوف اطول واحد هيقعد تحت الميه نفسه هيبقى قد ايه، واللي اكتر نفس فينا هيفوز، واللي خسران هيبقى له عقاب. يعني في جايزه وفي عقاب للمتسابقين الاثنين في الفيديو بتاع النهارده، انا وواحد كمان. وقبل ما نقول لكم على مين اللي معانا في الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. تعالى كده يا مروان، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، عشان خاطر الفيديوهات الجايه هتبقى تشمله الدشمله على اليوتيوب باذن الله. والنهارده يا جماعه حابب اقول لكم المتسابق اللي معانا في الفيديو بتاع النهارده هو اسماعيل اخويا. المفروض عندنا القربون. احنا مش عليكم النهارده التحدي ده، لا مش لاقي حاجه تعبتي يالا ده مش لده سابك كده كده. وانا انت عارف ايه القلود يالا والله. شافني بنط راح نط ازاي، اي حاجه بعملها بيقلدني تمام، عشان ما تقولش عليكم يا جماعه في المقدمه. يلا بينا نخش على الفيديو. دلوقتي يا جماعه المفروض ان انا هبدا اول واحد في التحدي بتاع النهارده، والمفروض ان واحد هيبدا فينا، علشان واحد فينا يكون معاه الستوب واتش ويشوف مين اكتر واحد هيقعد تحت الميه اطول نفس ليه يعني تمام. وهيظهر قدامكم على الشاشه برده زي الفيديو اللي فات الستوب واتش وهو بيعد تمام. ويلا بينا يا جماعه انا اللي هبدا. يلا يا اسماعيل ابدا الستوب واتش. بدات لا اول ما تشوفني دخلت تحت الميه تبدا على طول تمام. يلا بسم الله نفس عميق. شريه لا قبل اي حاجه يا جماعه استحلفكم بالله تعملوا لايك وسبسكرايب، والا متضع لايك وسبسكرايب فعلا ان الشيطان يمدع استعانوا كالملائكه. يلا بسم الله 3 2 1 ابدا. على جمداننا نفسي اخد غطس بالي. الله الله نفسي. ده لسه ما كملتش دقيقة. قد ايه؟ اهو انا شفت جربان بس يا جماعه اقسم بالله يعني قد 20 ثانيه يا جماعه على حسب الستوب واتش اللي موجود فيه. وري للناس 20 ثانيه اهو يا جماعة انا هاخد اكتر منه ان شاء الله. تعالى ايدي في هدومي بس عشان امسك التابلت. هات يلا خش انت. يلا اسماعيل قبل ما تخش حابب ايه تقول للناس؟ تدي نصيحه للناس، تقول اي حاجه للناس قبل ما تخش. يلا لما اقول لك ابدا. يلا 3 2 1 خش جامد. انت عرف كده مروان هناك وهو بيشرب جزء ما بيشن 13 ثانية 14 ثانية 14 ثانية بالظبط يا جماعة. يا مشنشن يا لسه اسماعيل قوم دلوقتي. خلاص كفاية يا حبيبي، انت خسرت. هنخش يا جماعة تاني جولة. المفروض ان احنا نجيب ان انا اجيب فيها 30 ثانية. لو جبت 30 ثانية هفضي الاثنين دول كلهم على اسماعيل. يلا يا جماعة ابدأ. امسح ايدك في هدومك يلا علشان تبقى 14 ثانية بالظبط يا جماعة لاسماعيل تمام. امسك يلا. هات يا مروان يلا صور حلوه يا مروان. قرب عليا مروان كده وانا بخش. يلا بسم الله. المفروض يا جماعه ان انا جبت 30 ثانيه بالظبط. المره اللي فاتت جبت 20 ثانيه في الجوله الاولى، وهو جبت 13 ثانيه في الجوله الثانيه. بقى لو انا كسبت الجوله الثانيه يبقى انا كده خلاص كسبت التحدي تمام، وهعاقب اسماعيل افضل عليه الاثنين دول، هيبقى انا ليا جايزه فلوس تمام. لا ما انا برضه هعمل برضه زيك ثاني مره. لا مفيش، انت العقاب ليك خسران تمام. يلا 3 لما اقول لك ابدا تبدا تمام. ابدا. مش هتعرف يا محمد، ده انا لقيته يالا. يا جماعه صدقوني محمد مش انا عايز يطلع. ما كملتش. ايه ما كملتش. كام ثانيه؟ كام ثانيه؟ قرب يا مروان كده. 23 ثانيه يا لهوي. يبقى في كده تالت جوله يا جماعه، وانا اللي هعمل. امسك استنى بس اما انشف ايدي. هات خلاص نشفت ايدي. دلوقتي يا جماعه صور حلوه يا مروان علشان بس ايه نوري للناس. وقرب على اسماعيل وهو داخل. اسماعيل عمال بيحط ايه ده يا حبيبي. دلوقتي يا جماعه المفروض ان انا هبدا 3 2 ابدا.
ده لسه ما حطش والله لا اخصم منك 5 ثواني عشان انت مشنشن. قرب عليها، قرب عليها مره واحده. عدى 16 ثانية بالظبط يا جماعة. ده انت عيل شيشني في الشيشناوية يعني. دلوقتي يا جماعة المفروض ان تاني لا عيد لسه. تعالى ده انت شيشنة الشيشناوية يعني. بصراحة 16 ثانية 16 ثانية 16 ثانية و50 فينتو ثانية يعني. هنخصم منه 5 ثواني كمان يبقى 11 ثانية بالظبط. يلا تعالى يا اسماعيل. انت قلت 10. عادي بالظبط. تمام حطه هنا اهو. ببدأ انت يا مروان الستوب وش. وانت خلاص يا ابني استوليت على البتاع. والله نعاش رايق. معاش ده انت هتتنعنش دلوقتي. المفروض ان انا لو كسبت الجوله دي قرب عليها مروان بالراحه بس. امسك ايدك الاثنين وهو يبدا الستوب من هنا. دلوقتي لو انا كسبت الجوله الثالثه ديت، لو كسبتها بايا كان المفروض ان انا كده كسبت التحدي كله. تمام كسبت خسرت المفروض ان انا اكسب الجوله ديت وخلاص كده. تمام يلا ابدا الستوب 3 2 ابدا. يلا عمرك ما هتكمل ال30 ولا البال. يا لهوي ما كملتش ال30 دور. صور حلوه يا مروان. الله يخرب بيتك شكلك يا مروان. يا جماعه اقسم بالله انا عايشها. انت دخلت خلاص يا جماعه. كده كده المفروض ان انا كسبت التحدي. يرجع بقى مروان عشان تشوف الاكشن اللي هيحصل ده. تعالى ده اخر خط وانت اخر خط. حط التابلت بقى خلاص مش هنعوزه في حاجه. صور بقى حلوه يا مروان وصور اللقطه اللي هتحصل في اسماعيل ديت عشان 3 جولات انا اللي كسبتهم. وانا متفق معاكم من اول الجوله. اول جوله خش يا صاحبي مش هجيبك كله هيتصب على دماغك دلوقتي. انا متفق معاكم يا جماعه من اول التحدي الخسران هيتصب على الاثنين دول. تمام ارجع بقى يا مروان كده عشان الموبايل. واحد بيه انت جاهز للعقاب؟ الخط الخط. تعال تعال يا كلب البنطلون نقلع. يا نهار اسود. الله يخرب بيت شكلك يعني. بلتني المفروض يا جماعه ان هو اللي يتعاقب وبلني كمان بالسيجاره. قول انا انت ما بتعرف. بس الميه حصل الميه ارجع كده خلاص كده يا جماعه. المفروض ان التحدي خلص. التحدي النهارده خلص. اسماعيل مش هنشي اللي هو ما تبقاش بقى كده عشان ما تزعلش مني. دلوقتي يا جماعه المفروض ان اسماعيل حمله ميه عشان يبلني وانا هنهي الفيديو خلاص. والمفروض ان انا كسبت التحدي والفلوس هتتحول لي. تمام كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.